واخا ما عرفتش الصراحه الصوت، واش غيكون مسموع مزيان ولا لا. المهم غنحاول يكون الصوت مسموع، واخا هادشي غير مايك ديال الله يحسن العوان وصافي. شحال هادي ما حطيتش شي فيديو في هاد القناه هادي على الملحون بعدا. صراحه توحشت الفيديوهات ديال الملحون. المهم باش الناس اللي جايين يعرفوا شي حاجه خفيفه على صديق الدور العالمي اللي هو الموضوع ديال هذا الفيديو. بغيت غير نقول لكم بان هذا الفيديو غالبا غيكون طويل شويه، فإلا ما كنتيش مسالي وعندك يعني وقت اللي تضيع، من الاحسن بلا ما تتفرج في هذا الفيديو، لاننا غادي ناخذ وقتنا. حتى المونتاج ديالو غالبا غيكون يعني مطلوق، لان وحده من الحوايج اللي صعاب في صناعه المحتوى بصفه عامه وفي صناعه الفيديوهات بصفه خاصه هي هاد القضيه ديال بعض المرات كتلقى راسك ما كتحطش فيديوهات حيتاش فقط داك الفكره ديال انك غادي خصك تسجل تكتب بعدا واحد السكريبت، من بعد داك السكريبت ما تنقحو وتقادو غيخصك تسجلو، ومن بعد ما تسجلو غيخصك عاوتاني تنقح الاوديو وتزينو وتقادو من ناحيه ديال الصوت وتنقيه الى اخره، عاد دوز عاوتاني الحوايج اللي هما عندهم علاقه بالجرافيك، تجمع التصاور تجمع المعلومات الى اخره. والمونتاج، الشيء اللي صراحه كيخلي الواحد بعض المرات ما يعجز يدير فيديوهات، وغالبا هادشي اللي كيوقع، وهادشي اللي وقع ليا صراحه. من بعد ما حطيت اخر حلقه ديال الملحون كنت عوال نحط حلقه من موراها. اخر حلقه كنظن كانت ديال الجيلالي متير، ومن موراها كنت داير في بالي غادي نحط ديال ابن علي السناني، ادريس بن علي السناني، اللي هو مول القصيده ديال الغزال فاطمه ولالا غيتا مولاتي. وعزيز عليا هاد الملاحني، ولكن وكتبت السكريبت راه عندي واجد. ما عرفتش واش نقدر نوريكم السكريبت هنا ولا لا، ولكن السكريبت راه كاين، او على الاقل كان واجد. آه ولكن ما يعني ما سجلتوش. ادريس بن علي السناني غالبا غيكون هو هذا السكريبت. تكلم الطير في الغصان، دوا وقال لي قرب عليك الامان، قرب نحكي لك قصة شاعر ولهان، شاعر مغاربي قاري وفنان، من فاس استعبد روساني يداوي الحزان، قصايد عذبة تهيج الكيان، كل من سمعها يصير في حاله هيمان، درار نقية لب فاقت بالحسن الغام. دريس ابن علي السناني اسم الشاعر الهمام، دريس ابن علي السناني احفظ هاد السمية مزيان، راه عرفت تنسى وتهان، يا طالب هذا فنان يا طالب هذا فنان. كنت كتبت هاد السكريبت بحال شي حوار ما بين شي فرخ في شي شجرة وشي واحد جالس تحت ديك الشجرة، والطير كيتكلم معاه، هو كيسول الطير كيتكلم معاه، الطير غيقول له دابا زعما ما تخافش، راه واخا الناس ما كتعرفش بزاف دريس ابن علي، ولكن مهم راه غيبقى دائما يعني في العقول ديال الناس اللي كيسمعوا الملحون بطريقة او باخرى. يقول ليه لا تخاف لا تبكي، وصيتك البني ادم غنحكي، الفنان ابن علي شاعر قصيدو شاعلة في بيوتنا تقدي، قولوا لا غيتا مولاتي، ورحمية راحة العقل فاطمة غزالتي، قصيد مرصع بالجوهر الغالي في السلك مرصوصة بالنور تشالي، وانا حالف بالمتقدم والمتولي، ما نكل ولا نمل حتى نبرح ونقول ما فتخالي. على اي هذا كان السكريبت ديال الفيديو ديال ادريس بن علي، ولكن ما كتبش لحد الان، ما كتبش يتقاد فيديو. اللي بغيت ندير في هذا الفيديو هذا هو بغيت نشارك واحد القصيدة ديال سيدي قدور العالمي. هي صراحة غير جزء من القصيدة ماشي القصيدة كاملة، ولكن عزيز عليا هذا الجزء بزاف. هو سيدي قدور يعني بعض الناس كيتخيلوه بحال هكذا، كاين جا في كتوبة ديال يعني ديال التاريخ. هذا اقرب مثال كيف ما كتشوف هنا الشكل ديال سيدي قدور. هو بطبيعه الحال عاش هذه تقريبا اكثر من 100 عام 200 عام، يعني مده باش عاش، ولكن هذا واحد اقرب صوره لسيدي قدور العالمي اللي كاينه يعني في الكتب ديال التاريخ الى اخره. سميتو الكامله هي عبد القادر ابن احمد ابن ابي القاسم الادريسي، ولكن معروف وكيتلقب بسيدي قدور العالمي. سيدي قدور كاينه الزاويه ديالو في مكناس،
ولدابا باقي الناس يعني كيمشيو ليها وكيزوروها، كيتبركوا بها، لانه كيتعتبر يعني ولي من اولياء الله الصالحين. وبزاف ديال الناس كيمشيو سميتو للضريح او البلاصه فين مدفون، اللي كاينه في مدينه قديمه في مكناس. هذه شرفه ديال المكان فين مدفون. بقات كتسمى الزاويه العالميه، لانه صراحه اللي كيقرا يعني آه، التاريخ او القصه ديال سيدي قطب العالمي، كيلقى بانه كان كان بزاف ديال الناس كيعتبروه من المتصوفه، يعني كيعتبروه من رواد ديال التصوف. داكشي علاش القصائد ديالو ديما كاين فيها واحد المشكل. م- صعيب بزاف انك تحاول تفسرها بلا ما تدخل في التأويلات، لأنه من واحد الجهة كتبان، إلا خديتيها يعني من جهة سطحية، كتبان ما فيهاش شي ما واضحة. مثلا القصيدة ديال الساقي راه كيتكلم على الساقي بطبيعة الحال راه كيسقي الخمر، يعني كيهضر على واحد الجلسة، واحد ال... واحد ال... واحد النزهة اللي فيها ناس مجموعين مع بعضياتهم، يعني في الليل قبل ما يودن الفجر ولا قبل ما يطلع الصباح، جالسين يعني ناشطين مع بعضياتهم، كيشربوا الخمر، كيتعاودوا بعضياتهم، كيعيشوا واحد الجو اللي هو نوعا ما روحاني ونوعا ما بطبيعة الحال رومانسي. ولكن في حد يعني حتى لهنا ما كاينش مشكل الا قريتي او الا درتي هذه القراءه بحال هكايا. ولكن بطبيعه الحال بزاف ديال الناس يعني كيعطيو واحد البعد فلسفي ولا واحد البعد صوفي للقصائد ديال سيدي قدور، وتيقولك بانه كاين واحد المستوى اخر ديال التفسير، واحد المستوى اخر ديال الفهم. بانه هنا ملي كيتكلم مثلا على الخمر، هو الخمر اللي كيتكلم عليه سيدي قدور ماشي هو الخمر بطبيعه الحال اللي كنعرفو حنايا، وانما هو الوحي، هو يعني الاجواء الروحانيه الى اخره، هو الحكمه، بعض المرات يعني مواضيع اللي كتكون بحال مخبيه، مواضيع اللي بحال الا شفتيها سطحيا تمشي غلط، وانما هي المعنى ديالها والمغزى فيها هو انك تدخل وتتعمق في الامور من ناحيه فلسفيه، من ناحيه صوفيه، من ناحيه روحانيه. هذا علاش كيبقى دائما كل واحد، شخصيا انا كنعم بان كل واحد كيلقى في القصائد ديال الملحون داكشي اللي تيقلب عليه. فاذا كنتي كتقلب على شي حاجه روحانيه، تقدر تفهم او تقدر تلقى داكشي اللي هو روحاني في القصائد ديال الملحون بصفه عامه، ماشي غير ديال سيدي قدور. وإلا كنتي كتقلب يعني غير على داكشي اللي سطحي، فغالبا يعني الكتابه ولا داك الشعر ديال الملحون راه كافي باش انه يخليك يعني تكون يعني مقتنع بداكشي اللي سمعتي ولا داكشي اللي قريتي. باش ما نطولش بزاف، واخا هذا الفيديو انا صراحه معول نطول فيه، يعني ما معولش نزرب فيه ولا هذا، غالبا ما غيتفرج فيه حتى شي واحد. ولكن المهم غن غادي نبقى ندير فيديوهات بحال هادو اللي كنهضر فيهم مره على قصائد ديال الملحون بطريقه او باخرى. فنبداو نقراو هذه القصيده هذه او هذا الجزء من هذه القصيده هذه، اللي بالمناسبه العمر ديالها اكثر من 200 عام كيف قلت. ونحاولوا نشوفوا المعنى ديالها ونتذوقوا يعني المعنى ديالها من خلال شرح بعض الكلمات اللي ربما يكونوا شويه مقدام ولا يعني جايين من اللغه العربيه وصعيب ما كنداولوهمش حنا في الدارجه، فبالتالي ما الفهم ديالهم تيكون شويه ربما مبهم. وصراحه تيبقى فيا الحال، لانه انا براسي ملي كنت كنقرا الملحون او كنسمع الملحون بلا ما نتعمق يعني في المعاني ديالو، كان كيجيني عادي، ما كنتش كنتذوق داك الحلاوه ديالو. ولكن ملي كنفهم مزيان المعنى ديال القصيده، ملي كنمشي كنقرا لشي واحد مثلا شي كتاب، شي تفسير ولا شي محاوله تفسير يعني ديال القصيده، وكنفهم وكيشرح لي هذوك الكلمات، كنتذوق فعلا الحلاوه ولا ديك كنلقى متعه في القراءه ديال الملحون وفي الاستماع للملحون. فهذا علاش نحاول نشرح يعني بعض الكلمات، واخا انا صراحه ما عارفش بزاف ديال الكلمات هنا اللي مازالت انا براسي كنحاول نقلب كل مره على الشرح ديالهم. ولكن مهم نحاولوا نقراوها كاملين وصافي يعني. غالبا غندير بزاف ديال الاخطاء، غالبا غندير بزاف ديال التاويلات اللي ماشي في محلها. فإلا كان شي واحد مازال معنا، مازال ما مشاش يعني ما سدش الفيديو من قبيله، وكان عنده مع الملحون وشاف بانني درت شي خطأ، ما فيها بس يعني تصلح في الكومنتات لتحت. ما نكون صراحة شاكر إلا درتي هذه القضية هذه. فالجزء سميتو حن وشفق، اللي هو بطبيعة الحال الكلمات الأولى ديال القصيدة. حن وشفق وعطف برضاك يا المزيان، لا سمحت ميعاد الله يا الهاجر. هنا من البداية كيبان لنا بأنه الكاتب ولا الشاعر يعني سيدي قدر العالمي كيخاطب شي واحد، يعني شي واحد اللي غالبا كان من قبل هو وياه في واحد العلاقة مزيانة،
كتجمعهم علاقه مزيانه. ولكن دابا كيبان لنا بانه العلاقه تخربقات، كاين شي حاجه وقعت خلات العلاقه ما تبقاش كيف ما هي. ما بقاوش مع بعضياتهم، ربما ما بقاوش كيتلاقاو مع بعضياتهم، ما بقاوش كيهضروا مع بعضياتهم، ربما كاين خصام، ربما كاين صراع ما بيناتهم. سو حن وشفق وعطف برضاك هي المزيان. ولكن عاوتاني في نفس الوقت ملي كتقرا حن وشفق، هذا بحال سيدي قدر العالمي كيرتاجي هذاك الشخص، مع العلم انه او بالرغم من انه كاين هذيك يعني الصراع او كاين ديك الخصومه، ولكن سيدي قدر هنا كيترجى او كيطلب من هذاك الشخص اللي هجرو اللي مشاو خلاه انه يرجع ويعطف ويرضى عليه، يرضى عليه يعني ويسمح ليه وما يبقاش يعني هاجرو كيف ما هو داير دابا. وكاين اعتراف كذلك بانه مزيان، وبالتالي هنا كيبان بان سيدي قدر كيعترف للشخص الاخر بانه مزيان. يلي يقلبوا بعد زيان عاود شيان. بالمناسبه شيان هي خياب. هذه صراحه اكتشفتها غير من الملحون النيس، ملي بديت كنسمع القصائد الملحون ديما كاينه هاد الثنائيه ديال زيان وشيان، الزين والشين. وكنظن جايه من اللغه العربيه، كنظن الشين هو شي حاجه الخايبه في اللغه العربيه. يلي قلبوا بعد زيان عاود شيان، يعني من بعد ما كنتي زوين عاود تاني خيابيتي. يلي قلبوا من بعد زيان عاود شيان. يلي عدتي من شوري حدير نافر. اعتقد بان هذا السطر هذا يلي عدتي يلي رجعتي يعني يلي وليتي مني نافر، يعني نفرتي مني، ما بقيتيش كتبغي تقرب ليا، ما بقيتيش كتبغي تجي حدايا. ياك ما حالو ما بيناتنا العديان، ياك ما عولتي من جنبي تسافر. كنظن هذه باينه، كيخاطبو تيقول له ياك ما شي واحد قال لك شي حاجه عليا، ياك ما العديان يعني قالوا لك عليا شي حاجه، ربما وسوسوا لك. بالمناسبه سيدي قدر واحده من الحوايج اللي كتميزه هو التشاؤم. يعني دائما غتلاحظ بان في الكتابات ديالو ماشي كامله ولكن اغلبها طاغي عليها واحد النوع ديال التشاؤم. دائما شويه كيتوقع ماشي الخير في الناس، كيتوقع الشر. ربما الناس قالوا شي حاجه للحبيب ديالو وخلاوه يعني يهجر سيدي قدر. وبالمناسبه هنا راه كنديروا تحليل سطحي بطبيعه الحال، لانه نقدروا نفهموا من هذه القصيده بانه كيتخاطب شي حاجه اخرى، ربما كيخاطب الموت، ربما كيخاطب شي يعني شي حاجه فلسفيه، شي حاجه صوفيه، شي حاجه روحانيه. فالقراءه بطبيعه الحال اللي حنا دابا كنديروا راه قراءه حرفيه، قراءه اللي هي ما فيهاش يعني تاويل معمق، فغير باش تخليو هاد الامور في يعني في الخلفيه وفي صافي. ياك ما حالوا ما بيناتنا العديان، بمعنى ياك ما دازوا جاو بيناتنا، دخلوا بيناتنا الشياطين، دخلوا بيناتنا الناس اللي هما خايبين باش يفرقوا بيناتنا. ياك ما عولتي من جنبي تسافر، ياك ما بغيتي انك تهرب وتخليني، يعني ياك ما بغيتي تمشي تبعد من حدايا. ياك ما جنيتي شوفه من جال معيان، زلعك تزليعه العدو بقلب كافر. ياك ما جنيتي شوفه من جال معيان، زلعك تزليعه العدو بقلب كافر. كنظن هنا كيتكلم مع المحبوب ديالو، تيقول ليه ياك ما لقيتي شي واحد احسن مني، ياك ما شفتي شي واحد احسن مني وخلاك يعني خلى قلبك يتبدل عليا، خلاك تولي بحال هكذا، تولي تتهرب مني، تولي كتنفر مني. نزلت ساحل بحرك زعما نعود رويان، مشارعك ندريها ونعود بيك ضافر. بالمناسبة هاد آه، الملحون عامر بزاف بهاد المصطلحات ديال البحر، المصطلحات ديال او التشبيهات ديال البحر. غتلقى دائما الملاحني او الشاعر ديال الملحون كيشبه راسو بالقرصان، كيشبه راسو بالبحار اللي غيدخل البحر ديال الحب، وغادي يعني يروض هذاك البحر اللي تيكون غالبا هايج، تيكون الامواج ديالو كبار وتيكون الامواج ديالو آم، يعني عاتين، ولكن هو بالنباهه ديالو، بالشطاره ديالو، بالفهامه اللي عطاه سيدي ربي كيدخل داك البحر ديال الهوى، البحر ديال الهوى بالمناسبه بمعنى الحب، وكيقدر يروضو، وكيقدر انه يعني يخليه في الطوع ديالو. فتقريبا نفس الشيء اللي كيدير هنايا يعني هاد التشبيه ديال سيدي قدر العالمي هنا. نزلت ساحل بحرك زعما دخلت للبحر ديالك، البحر ديال الحب ديالك، زعما نكون رويان، نروى منه، نشرب منه، نسقي هذاك العطش اللي فيا. مشارعك ندريها ونعود بك ضافر. نقدر زعما يعني نتحكم في هذوك في داك الامواج اللي عاتيه في البحر ديالك، ونظفر يعني نفوز بك، نربحك يعني كشخص كمحبوب. احسنت بك النيه وقريت فيك الامان، حين كنتي تاتيني في كل يوم زاير. هنا كيخاطبوا زعما على داك الشيء اللي فات، تيقول له انا درت فيك النيه، قريت فيك الامان، يعني ما نويتش فيك الشر. ملي كنتي كتجيني كل نهار، الا حضرتي تحضر ليا معاك الدهان، وإلا تغيب ندهل ويغيب لي الخاطر. ملي كتكون معايا، ملي كتكون حدايا كيحضر عقلي،
لدهان العقل، وإلا تغيب ندهل ويغيب لي الخاطر، وملي كتغيب كنولي دهلان، يعني ما مشتت الانتباه، ما عارفش شنو ندير، وحتى الخاطر ما كيبقاش عندي، الكانه ما كتبقاش عندي، ما كنبقاش فرحان. باش نطفي نيرانك من صميم الكنان، وباش يبرد قلبي من حرها الزافر. هنا كيقول كيفاش نقدر نطفي ديك النار اللي شاعله فيا لداخل. الكنان هو لداخل، شي حاجه مكنونه، شي حاجه لداخل. يعني السيد قدو العالمي هنا تيقول بانه الحر ديال الهجره قاسح بزاف لدرجه انه كيشبهه بالنار، وكيقول كيفاش نقدر نطفي هذا النار اللي شاعله في القلب ديالي، وكيفاش نقدر نبرد قلبي من حرها الزافر، من الحراره القويه، من الحراره الكثيره ديال هاد العافيه. الا هداك عليا الرحمن يا المزيان، رد سيف صدودك الجواه يا القاهر. هذا البيت بالضبط او هذا الجزء عزيز عليا بزاف، وما عرفتش علاش، ولكن فيه واحد الحلاوه واحد البلاغه صراحه في الكتابه اللي عجيبه بزاف. المهم كنتمنى شي نهار، كنتمنى نقدر شي نهار نكتب بحال هكذا، لانها فعلا ماشي شي حاجه عاديه. شوف شنو تيقول هنا سيدي قدر العالم، تيقول يهديك الله يا المزيان. مازال لحد الان تيترجى في هذاك المحوك، تيقول له يهديك الله، رد سيف صدودك الجواه هي القهر. كيمثل الهجره ديال داك الحبيب بحال شي سيف، وبحال داك الحبيب حل داك السيف من الجوا ديالو، خرج السيف من الجوا ديالو، وكيطلبوا سيدي قدور انه يرجع داك السيف للجوا، وي يعني يرجع لما مجراه، ويرجع كيف ما كان في الاول، ما يبقاش حال داك السيف ديال الهجران، داك السيف ديال الكراهيه، داك السيف ديال الحقد. تيقول له رد سيف صدودك الجواه يا القاهر، محبتك يشهد لي بها الانس والجان، ما بقى ما نكتم بحث بالسراير. هذا هو اخر مقطع في هذا الجزء من هذه القصيده. تيقول ليه في الاخر بانه زعما المحبه ديالك راه يشهد لي بها الانس والجان، كلشي عارفني راني انسان بغيك، وما بقى ما نخبي، راني قلت كلشي. لانه هنا في هذه القصيده هذه بطبيعه الحال راه قال كلشي، ما خبى حتى شي حاجه، راه باح بداك الشيء اللي كيحس به، قال الدنيا كامله للعالم كامل بانه كيبغي هذا السيد او هذه السيده. آه، كيف قلت تقدر تكون هنا ما كيتكلمش مع شخص بالضبط، هذا علاش صعيب اننا نحددوا شنو كيقصد سيدي قدور. يقدر يكون كيتكلم عن الموت، ربما كيخاطب الموت. ما عرفتش فين كنت قريت هذه القضيه، كنظن في شي موقع، واحد الموقع كان سميتو معازف. كانوا فيه صراحه كنظن راه باقي دابا، كانوا فيه بزاف ديال هذا ديال المقالات اللي زوينين بزاف صراحه، ومكتوبين بواحد الطريقه زوينه بزاف. وكنت قريت فيه واحد المقال شحال هادي على سيدي قدر العالمي، وبحال قريت بان هذه القضيه آه، ديال يعني سيدي قدور كان كيكتب على الموت بزاف، كان كيتغزل في الموت بزاف. طبيعه الحال الناس ديال الصوفيه والناس ديال التصوف دائما كانوا كيديروا هذه القضيه هذه، وغالبا الكتابات ديالهم ما كانش عندها معنى واحد، وانما كانوا معاني يعني متخبيه. فماشي بعيد يكون صديق الدور حتى هو هنا كيتكلم على شي حاجه اللي هي ماشي مجرده، اعتذر، شي حاجه اللي هي مجرده ماشي ملموسه، بحال الموت، بحال المحبه، بحال ربما شي احساس ما حتى واحد ما يقدر يحكم بالضبط شنو المعنى، ولكن كنحاولوا نفهموا فقط يعني شنو المغزى العام ديال هذا. على اي، هذه هي يعني جزء من القصيده ديال حن وشفق. عزيزة عليا بزاف، غناوها بزاف ديال الناس، وكنظن احسن واحد غناها هو سناء مرحاتي. كنظن حن وشفق، حن وشفق، فوق سناء مرحاتي. بزاف كنظن غناوها حتى ناس الغيوان، ولكن كتبقى احسن احسن يعني نسخة بالنسبة لي انا هي ديال سناء مرحاتي. آم، فوق ما كنسمع لها صراحة كنقول علاش ما يمكنش زعما شي نهار يعاود شي مغني من هاد المغنيين اللي كاينين دابا يعاود التوزيع ديال هاد الاغاني ديال الملحون. كنتمنى شي نهار شخصيا كنتمنى نبيلة معان شي نهار تعاود ترجع للملحون كيف ما عطاتنا الغزال فاطمة بواحد الطريقة اللي هي جميلة جدا. كنتمنى شي نهار ترجع للملحون وتعاود تشوف كاين بزاف ديال القصائد اللي ربما ندير عليهم فيديوهات وحدين اخرين. غادي ندير فيديوهات وحدين اخرين، واخا عارف ما غيشوفهم حتى شي واحد، ولكن غادي نحطهم غير ربما شي نهار نبيلة معان تشوفهم وتحاول ربما طريق حتى هو يسمع شي قصيدة من القصائد اللي فعلا يستاهلوا وغيكونوا زوينين بزاف الى تحولوا لهذا
يعني للأغاني.